بيبدأ فيلمنا مع واحدة ست ونشوفها بتبقى قاعدة بتصرخ وبتتألم جامد وبيبان إنها حامل وخلاص بتولد وإن ولادتها صعبة جدا وفعلا بتولد وبتقعد تقول كلام غريب وبتقول لنفسها اقتليها وفعلا بتجيب مقص بتبقى هتقتل البيبي وفي آخر ثانية بتوقف ده وما بترضاش تقتلها. المهم بقى بعد فترة كبيرة من الأحداث دي بنشوف مجموعة بنات بتلعب كرة يد في حمام السباحة بتاع المدرسة وبيبقى في بنت تانية واقفة على جنب وبتتفرج عليهم والكرة هنا بتيجي ناحيتها وبنشوف المدرسة هنا بتقول للبنات خلوا كاري تلعب معاكم وكاري هنا فعلا بتاخد الكورة وبتلعبها لكن الكورة بتيجي في راس واحدة من البنات وباقي البنات هنا بيقعدوا يضحكوا عليها ويتريقوا. بعد كده بقى بنشوف كاري وهي بتستحمى وبتلاقي دم نازل منها فبتخاف وبتقعد تصرخ عشان حد يساعدها والبنات هنا بيتجمعوا عندها وبيقعدوا يضحكوا عليها ويتريقوا بيحدفوها بقطن وبيصوروها وبنشوف ان في واحده منهم بيبقى مش حابه اللي بيحصل ده بس بتفضل ساكته. المهم بقى بتيجي المدرسه وبتحاول تهديها وبنشوف كاري بتقعد تصرخ بس وهي بتصرخ بنشوف ان في حاجه غريبه بتحصل القطن اللي حوالين منها كله بيتحرك. المهم المدرسه هنا بتضربها عشان تسكتها وبتزعق لباقي البنات علشان يخرجوا وبتقول لكاري ما تقلقيش وان دي حاجه طبيعيه وبتاخدها وبيمشوا. بعد كده بنشوف كاري هي والمدرسه في مكتب المدير وبيتكلموا معاه وان دي حاجه طبيعيه والمدير بيسالها مين اللي رمى عليك القط. المدرسه هنا بتقول له انها كانت كريس اصحابها. المدير هنا بيقول لها ان احنا هنتصل بامك علشان نبلغها باللي حصل لكن كاري بتبقى رافضه جدا وبتزعق. في الوقت دوت ازاز الميه كله بيتكسر وكاري بتاخد بعضها وبتخرج. بعد كده بقى بتيجي مامتها وبتاخدها وكاري بتبقى شايفه ان كل البنات بيتنمروا عليها. ونشوف بقى كاري هي وامها وصلوا للبيت وكاري قاعده معاها في العربيه وبتقول لها انت ليه ما فهمتنيش ان ده امر طبيعي وان كل البنات اتنمروا عليا واني كنت خايفه وكنت حاسه اني هموت. امها هنا بتقول لها خلينا نتكلم جوه البيت. كاري هنا بتتعصب وبتقول لها اني مش عايزه ادخل معاك البيت واني عايزه اتكلم في الموضوع هنا. امها هنا بتفضل بصلها لكن بتسيبها وبتمشي. في الوقت دوت بيجي عيل بيقعد يتنمر عليها وكاري بتبص له والولد دوت بيقع بشكل غريب. المهم بقى ان كاري دخلت البيت وبتشوف امها بتقعد تخبط دماغها في الحيط بتدعي ربنا انه يعيد رشدها تاني وانها في حاله ضياع. وكاري بتوقفها وامها هنا بتقول لها انت خلاص بقيتي كبيره وبتقول لها انت ما كانش ينفع تستحمي قدام البنات ولازم تكوني مختلفه. كاري هنا بتقول لها انا عايزه ابقى زيهم ومش عايزه حد يتنمر عليا. امها بقى بتضربها بالكتاب اللي معاها وكاري بتنزل. امها بتنزل وراها وكاري بتفضل تعاتبها. امها هنا بتفتح لها الخزانه وبتقول لها ادخلي وصلي واطلبي المغفره من ربنا. وكاري بترفض انها تدخل لكن امها بتدخلها بالعافيه بتقفل عليها الباب. في الوقت ده كاري بتفضل تضرب في الباب وعايزه تخرج وبتصرخ وهي بتصرخ الباب بيتشرخ من النص. امها بتشوف الموضوع بنحس انها عارفه حاجه لكن ما بتتكلمش وكاري بتبقى جوه الخزانه وبتبقى خايفه جدا. بعد كده بقى بنشوف البت اللي كانت بترمي القطن على كاري فجاه حست بالذنب واقفه مع حبيبها وبتقول انها حاسه بالذنب على اللي عملته الصبح مع كاري. وبنعرف ان حبيبها ده اسمه تومي وبيقول لها اعتذري لها وبيحاول يهديها. وبنتنقل لكريس هي واصحابها وبيبقوا فرحانين باللي عملوه مع كاري. وكريس هنا بتقول لهم تعالوا ننزل الفيديو على النت وفعلا كريس بترفع الفيديو على اليوتيوب وبنشوفها كده ولا كأن كاري خاطفه منها حبيبها. المهم بنتنقل لكاري وامها هنا بتروح تفتح الخزانه على كاري وبتصحيها من النوم وبتمسكها وتطمن عليها وبتبقى لحظه حلوه ما بين ام وبنتها. تاني يوم الصبح بقى بنشوفهم في المدرسه بيعملوا التمارين والمدرسه بتيجي تتكلم معاهم وبتقول لهم ان قدامكم شهر على حفل الرقص والتخرج وان ده اهم شهر في حياتكم. وبتروح لكريس وبتقول لها مين حبيبك اللي هتحضري معاه الحفل الراقص. فبتقول لها انه بيلي وانك مش هتعرفيه علشان هو مش في نفس المدرسه. بتقول له على كده هتديله ورده ولا قط. وبتقول لهم اللي انتوا عملتوه امبارح ده حاجه بشعه وان في واحده منكم نشرت الفيديو على النت وبسبب ده هتتعاقبوا كلكم وانكم هتفضلوا تجروا لغايه ما تقعوا من التعب. وكريس انا بتقول لها اني مش هعمل ده والمدرسه بتقول لها ان القرار مش قرارك وان القرار ده قراركم كلكم لكن اللي مش هينفذ العقاب ده هيتفصل واللي هيتفصل مش هيحضر الحفل الراقص. وعايزاكم وانتوا بتجروا تفكروا في كاري واللي بتحس بيه من تنمركم عليها. وبنشوفهم بقى وهم بيجروا كريس هنا بتقف ومش بتبقى عايزه تكمل وبتقول للمدرسه انها مش هتكمل ده بسبب كاري. والمدرسه بتقول لها انت مفصوله وانك مش هتحضري الحفله لكن كريس بتقول لها ان القرار مش قرارك انت ده قرارنا كلنا. وبتفضل تسخن باقي البنات عليها وبتروح لصاحبتها سو وبتقول لها خليكي معايا لكن محدش بيهتم ليها وبيكملوا جري. وبنتنقل لكاري وهي داخل المدرسه وبنشوف باقي الطلبه بيقعدوا يضحكوا عليها. وكاري هنا بتدخل الحمام وبتبص في المرايه وبتبقى متعصبه جدا. فجاه المرايه اللي قدامها بتتكسر وكاري بتبص للازاز اللي اتكسر ده تقدر انها ترفعه بعينيها وبتروح للمكتبه وبتعمل سيرش عن القوى الخارقه وبتجمع كل الكتب اللي بتتكلم عنها وبتقعد تتفرج على فيديوهات. بعد كده بنشوفها قاعدة في الفصل وبتحاول تحرك العالم بعينيها
فعلا بتعمل ده. بعد كده بقى المدرس بيقومها وبيقول لها جبت قصيدة، وبنشوف كل الفصل بيضحك عليها، وكاري بتقول له اه، وبتروح تقراها، بتبقى قصيدة مرعبة. وهي بتقرا بنشوف ان الفصل كله متأثر بيها، والمدرس هنا بيقطعها وبيقعد يتنمر عليها ويتريق. الفصل كله بيضحك، وبنشوف تومي هنا بيقول له ان شايف اللي قريته دوت ممتع، وبيبقى متضايق منه وبيدافع عنها. وسو هنا بتشوف نظرات كاري ليها، وبنتنقل للمدرسة وبنشوف كريس وابوها قاعدين مع المدير، وبيطالب انه يرجع بنته للحفلة، وان مفيش اي دليل على بنته على اللي عملته. لكن المدرسة هنا بتتدخل وتقول ان في فيديو اتصور، وعارفة ان الفيديو دوت يدين اللي موجود جوه الفيديو مش اللي صوره. لكن لو تعرف مين اللي صور الفيديو دوت هيبقى في قضية جنائية، واعتقد ان بنتك هي اللي صورته. ايه رأيك نفتش تليفونها، ولو الفيديو دوت مش موجود هنقدم لك اعتذار رسمي وهنسمح لها بحضور الحفلة. ابو كريس هنا بيقول لها ديوم التليفون، وكريس بتقول له لا، وان ده انتهاك للخصوصيه. بيقول لها لو انت عايز تحضري الحفله اديهم التليفون. لكن كريس بتخاف وما بتوافقش، تخرج من المكتب وبتروح لسو وبتعاتبها على انها ما وقفتش جنبها. لكن سو بتقول لها اننا نستحق العقاب على اللي عملناه مع كاري. وكريس هنا بتقول لها انا شايفه ان كاري تستحق اللي احنا بنعمله معاها. وسو بتسيبها وبتمشي. وكريس هنا بتقول لها انا فاكره انك كنت بترميها بالقطن معانا، وانك كنت بتتنمري عليها. وسو بتقول لها اني بطلت اعمل كده. وكريس بتقعد تتريق عليها وبتستفزها، لكن سو بتسيبها وبتمشي. بالليل بقى بنشوف كاري وهي قاعده بتقرا الكتب اللي جابتها من المكتبه، وبتحاول انها تحركها عن بعد. فعلا بتقدر ترفع الكتب، وكل حاجه في الاوضه بتترفع في الهواء. امها في الوقت ده بتسمع الصوت دوشه، فبتاخد سكينه وبتطلع على اوضه كاري وتحاول تفتح الباب. في الوقت ده كاري نزلت كل حاجه وعملت نفسها نايم. امها راحت جنبها وحضنتها. تاني يوم الصبح بقى بنشوف سو واقفه مع حبيبها تومي، وبتقول له عايزاك تروح انت وكاري الحفله. فبيضحك وبيقول لها انت بتتكلمي بجد؟ سو بتقول له اني بحاول اصلح اللي انا عملته معاها، وبيقول لها انه مستحيل توافق واحنا ما اتكلمناش قبل كده. فبتقول له انها هتوافق وانت ما شفتش نظراتها ليك بعد ما دفعت عنها في الفصل. بيقول لها بس انا عايز احضر الحفله معاك انت مش مع كاري. فبتقول له ان هي مش هتحضر. بعد كده بقى بنشوف تومي رايح يقعد مع كاري وبيتكلم معاها وبيحاول يفتح معاها كلام، ويسألها ايه رأيك لو نحضر مع بعض الحفلة الأسبوع الجاي. كاري هنا بتبص حواليها وبتلاقي إن كل اللي قاعدين بيضحكوا عليها، فبتتضايق جدا وبتاخد بعضها وبتمشي. وتومي بيجري وراها وبيوقفها، وكاري بتقوله إنك بتخدعني وإنك حبيب سو. فبيقول لها إني مش بخدعك، وإن سو مش هتحضر الحفلة، وإن عايز أحضرها معاكي، وبيعتذر لها. وكاري هنا بتمشي وبتروح تقعد لوحدها تقعد تعيط. في الوقت ده بتدخل المدرسة عليها وبتطمن عليها، وكاري بتقول لها على اللي حصل مع تومي. والمدرسة هنا بتفرح لها، وكاري بتقول لها ان هم هيخدعوني. لكن المدرسة بتطمنها وتقول لها ان ممكن يكون صادق في كلامه. لكن كاري مش بتبقى مصدقة. والمدرسة هنا بتاخدها وبيقفوا قدام المراية، بتقول لها شايفة الجمال والحلاوة اللي انت فيها، ناقص لك بس شوية احمر خدود وتبقي وردة. بعد كده بقى بنشوف المدرسة واقفة مع تومي وسو وبتحاول تحذرهم من خداع كاري، لكنهم بيأكدوا لها انهم مش ناويين يعملوا كده، وانهم عايزين يصلحوا غلطتهم بطريقتهم الخاصة. بعد كده بقى بنشوف كاري وهي مروحة. في الوقت بتشوف تومي داخل لبيتها، فبتجري عليه وبتوقفه. وتومي هنا بيقول لها انا عايز احضر الحفله معاكي، وبيحاول يطمنها علشان توافق. وبنشوف كاري خايفه جدا ان امها تيجي تشوفها، فبتوافق من الخوف. وبيتفقوا انه هيجي ياخدها الساعه 7 من عند البيت. تبقى كاري فرحانه. بتروح كاري عند محل فساتين. في الوقت كريس واصحابها بيبقوا وراها وشايفينها، مش مصدقين ان تومي هيحضر الحفله مع كاري. وكريس هنا بتبقى بصلها بحقد. وكاري بتدخل المحل وبتنقي القماش اللي هتعمل بيه الفستان. وبعد كده بقى بتبقى مروحه للبيت، وبيبقى الوقت اتاخر. وبنشوف امها واقفه لها على الباب وبتبقى خايفه عليها لانها اتاخرت. وبتاخدها وبيدخلوا البيت. وكاري هنا بتقول لها ان اتطلب مني احضر الحفله مع شاب وانه لطيف، ووعدني انه هيرجعني البيت قبل الساعه 10 ونص، واني وافقت. وبتقول لها انا عارفه ان انت خايفه وان انا زيك، وباقي المدرسه شايفيني غريبه الاطوار وعايز اثبت لهم اني مش كده. هنا بقى امها بتقول لها انه هيأذيكي، وان كل الشباب بتتعامل بلطف في الاول لغايه ما يأذيكي، وقولي له انك مش هتروحي. لكن كاري بترفض وبتتعصب. وبنشوف ان العفش بتاع البيت كله بيترفع من مكانه وبيتهبد على الارض تاني. امها هنا بتنزل على الارض بتقعد تصرخ، وكاري بترفعها من على الارض بايديها. وامها هنا بتقعد تقول ان انت ساحره وان الشر سيطر عليها زي ما عمل قبل كده. وكاري بتقول لها ان ده مش سحر، وان في ناس تانية عندها القدره، واني ورثت من جدتي، واني احضر الحفله. بتنزلها على الارض تاني وبتقول لها اني مش عايزه كلام تاني في الموضوع ده. بنتنقل بالمشهد لكريس وبيلي ومعاهم 2 تانيين، وبيبقوا في مزرعه خنازير، وبنشوفهم بيخططوا انهم يبوظوا الحفله على كاري. ازاي بقى هنعرف بعدين. المهم بيلي بيمسك المطرقه وبينزل بيها على دماغ خنزير، وبيدي السكينه لكريس، وكريس بتذبحه وبيعبوا الدم بتاعه كله في جردل. بنتنقل لكاري وهي بتصنع الفستان بتاعها بالقماش اللي اشتريته. امها بتفضل بصلها
في نفس الوقت بنشوف كريس وبيلي دخلوا المدرسة وبيدخلوا القاعة اللي هتتعمل فيها الحفلة. بيبقى معاهم صندوق، وبيلي هنا بيرفع الجردل اللي فيه الدم بتاع الخنزير اللي فوق، ولما يجي الوقت المناسب هيخلي كريس تقطع الحبل بتاع الجردل. اكيد تخيلت ايه اللي هيحصل يا عزيزي المشاهد. المهم بنشوف ان كاري خلصت الفستان وباقي البنات بيستعدوا للحفلة، وان تومي واصحابه بينقوا البدل اللي هيلبسوها. وبنرجع تاني لكاري وهي لابسة الفستان وبتتمكيج، وما بتدخل عليها بتقول لها لا الفستان وتعالي نحرقه، واتصلي بتومي وقولي له انك مريضه وان انا خايفه عليكي ومش عايزاكي تتاذي. كاري هنا بتقول لها انا عايزاكي تفرحي لي، وما بتفضل تضرب نفسها على وشها، وكاري بتوقفها وبتقول لها انك مش هتقنعيني باللي انت بتعمليه ده، وما بتقول لها انه مش هيجي وان دي خدعه. لكن بنشوف تومي جه وبينزل من على العربيه وبيبقى عامل ماتشنج مع العربيه، وكاري بتنزل وما بتنزل وراها وبتحاول تمنعها، بتقعد تقول كلام غريب. لكن كاري بقوتها بتقفل بقها وبترفعها وبتفتح باب الخزنه وبترمي امها جوه، بتقفل عليها باب الخزنه. وكاري بتتضايق من ده وبتروح تعتذر لها من ورا الباب وبتقول لها اني هرجع بدري، وبنشوفها بتقدر تلحم القفل بتاع الباب وبتخرج عشان تقابل تومي. بيوصلوا عند المدرسه، بيبقى تومي لطيف جدا معاها. بعد كده بيدخلوا الحفله وتومي بيعرفها على صاحبه وحبيبته، وبعدها بيروحوا يقعدوا مع بعض وتومي بيقول لها تعالي نرقص. لكن كاري بتبقى متوتره وتومي بيبقى ملاحظ ده وبيقول لها خلاص ممكن نستنى اغنيه هاديه نرقص عليها. المدرسة هنا بتشوفها وبتروح تسلم عليها، بتبقى فرحانة جدا بيها. تومي هنا بيسيبهم لوحدهم وبيروح يبعت رسالة لسو وبيقولها إن كل حاجة تمام وإن كاري جميلة وإني مفتقدك. وبيرجع لكاري تاني وبياخدها وبيروحوا يرقصوا سوا، وبنشوف كاري مطمنة جدا، وتومي بيقول لها احنا نفضل نرقص لغاية ما نشوف مين اللي هيبقى ملك وملكة الحفلة. بعد كده بنشوف أم كاري بتحاول تكسر الباب علشان تخرج. في نفس الوقت بنشوف كريس وبيلي في واحدة بتبقى بتساعدهم من جوه، بتفتح لهم الباب الخلفي للقاعة وبتدخلهم، وكريس هنا بتديها أوراق وهنعرف إيه هي الأوراق دي بعدين. المهم بتطلع كريس وبيلي فوق عند الجردل وبنشوف إن بدأ التصويت لملك وملكة الحفلة، وبنشوف كل اللي في القاعة بيبدأوا بالتصويت. وكاري بتلاحظ إن اسمها هي وتومي موجود وبيختاروا نفسهم، وتومي بيقول لها لو فزنا هنروح نقعد على العرش اللي هناك، وكاري بتبقى فرحانة جدا. بعد كده بنشوف البت اللي دخلت كريس بتلم البطايق وبتروح لكاري وبتقول لها انها صوتت ليهم. في الوقت بنشوف كريس بتبعت رسالة لسو وبتقول لها ان صاحبتك جميلة بس مش هتفضل كده على طول. وبنرجع تاني للبت اللي لمت البطايق وبنشوفها هي وواحد تاني بدلوا البطايق اللي كريس عطتهم لها. وبنشوف بيلي بيتكلم مع كريس ويقول لها اول ما توقعي الجردل عليهم هنهرب، ولو مسكونا واعترفتي بحاجة هخلص عليكي. في الوقت بتوصل سو تدخل القاعة وبتشوف كاري وتومي. بعد كده واحد من الحفلة بيعلن عن الفايزين، وبيبقى طبعا كاري وتومي والكل بيسقف لهم، وكاري بتبقى طايرة من الفرحة. في الوقت كريس بتسحب الحبل لكنه بيبقى معلق، وسو بتشوفهم بتحاول تنادي على كاري لكن بتيجي مدرسة وبتشدها وبتحاول سو تفهمها ان كريس موجودة لكن ما بتسمعلهاش وبتخرجها بره القاعة وبتقفل الباب. في الوقت بيكون بيلي قدر انه يشد الحبل والدم كله بينزل على كاري وبيغرقها هي وتومي بيزعل كل الموجودين في القاعة. وبنشوف ان الفيديو بتاع كاري وهي في الحمام اشتغل وكل الموجودين بيضحكوا عليها، وبيلي بياخد كريس علشان يهربوا، والحبل بتاع الجردل ده بيتفك والجردل بيقع على دماغ تومي وبيقع ميت. في الوقت كاري بتتعصب جدا، بتقفل البيبان بتاعت القاعة كلها وبتبدأ تقتل في كل الموجودين، اللي بتطيره وبتخبطه في الباب، واللي بيحاول يطلع على المدرج بتوقعه من عليه وتقفل عليه المدرج، واللي بيصورها بتحدف عليه الترابيزة وبتخلص عليه وبتولع في المكان كله كل الموجودين وهي واقفة، وبتطير في الجو وبتخرج بره القاعة. وبتشوف كريس هي وبيلي وهم في العربية وبيهربوا، وكاري بتروح وراهم، وبنشوف كاري بتهبط برجليها على الأرض وخلت الأرض كلها تتكسر، وبيلي بيلف بالعربية علشان يهرب. في الوقت بيشوفوا كاري وكريس بتقوله خلص عليها وبيزود السرعة وبيبقى خلاص هيخبطها، لكن كاري بتوقف العربية مرة واحدة وبيلي بيتخبط وبيموت. وكريس بتحاول تخرج من العربية لكن كاري بتقدر انها تحبسها جوه العربية وبتخنقها بالحزام، وكريس قدرت تفك نفسها وبترجع بالعربية، بتبقى عايزة تدخل بالعربية في كاري لكن كاري بتوقفها وبترفع العربية. في الوقت كاري خلت العربية تدخل في محطة البنزين، وكريس وشها كله بيدخل في الإزاز بتاع العربية، وكاري بتبص لها وبتخلي عواميد النور تقع على العربية، والماس الكهربي بتاعها بيخلي العربية تنفجر. بعد كده كاري بترجع للبيت، ولما بتدخل بتتفاجئ ان امها خرجت تقعد تدور عليها لكن ما بتلاقيهاش، فبتدخل تستحمى وبتنزل الدم اللي عليها، ولما بتخرج بتلاقي امها وبتجري عليها وبتترمي في حضنها وبتفضل تعيط. امها بتقولها تعالي نصلي عشان ربنا يسامحنا. في وقت هما بيصلوا امها بتطلع السكينه بتضرب كاري في ظهرها. كاري بتتعصب، طبعا كلنا عارفين لما كاري بتتعصب بتعمل ايه،
بالظبط بتطير أمها، وكاري بتقع من على السلم، أمها بتنزل وراها وبتحاول تخلص عليها، وكاري بتقاومها وبتحاول توقفها، لكن أمها بتفضل تضرب فيها بالسكينة لغاية ما كاري بتستعيد قوتها تاني تقدر توقفها. بترفع أمها في الجو، وبنشوف بقى إن كل السكاكين والأسلحة بتبقى طايرة في الجو قدام أمها وبتترمي عليها. بتجري كاري عليها وبتشيل كل الأسلحة من عليها لكنها بتموت. في الوقت دوت بتدخل سو البيت وبتقول لها خليني أساعدك، لكن كاري بترفعها وبتقول لها شفت انت حولتيني لايه، وان كل ده بسببكم. سو بتطلب منها انها ما تاذيهاش، لكن كاري بتقول لها وليه، انا طول حياتي بتعرض للاذى. وكاري بتسيبها وبتشيل امها، وبنشوف ان البيت كله بيتهد، وسو بتجري عليها علشان تخرجها بره البيت. وكاري بتعرف ان سو حامل ومش عايزه تاذيها، فبتطيرها وبتخرجها بره البيت علشان ما تموتش معاها. والبيت كله بيتهد على كاري وامها. ولغايه هنا يا عزيزي المشاهد بيكون خلاص فيلمنا. اتمنى لو الملخص عجبك ما تنساش اللايك، وتقول لنا في الكومنتات ادوا الفيلم ده كام من 10، واقترحوا علينا افلام نلخصها الفتره الجايه. لو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان تبقى معانا اول باول. بس كده، سلام.